الولد ده كان فرحان قوي علشان اول مرة يسافر الريف، وكان مندهش قوي من المناظر الطبيعية. فلما دخل الليل عليه قال يعمل كوباية شاي ويشربها على ضوء القمر هتبقى احلى حاجة. مرة واحدة سمع صوت غريب جاي من ناحية الزرع، فهو خاف وقال ايه الصوت ده، انه المفروض قاعد لوحدي هنا. وقعد يبص فلقى قطة خارجة من الزرع وهي اللي عاملة الصوت، فاستريح وقال الحمد لله. وقال انه هيرجع لكوباية الشاي بتاعته اللي كان هيشربها على ضوء القمر. وقعد يعمل في كوباية الشاي ويظبطها، وقال يحط الكوباية جنب الخشبة عقبال ما يجيب المية السخنة ويرجع. فراح يجيب المية السخنة ورجع بيبص لقى الكوباية اختفت من مكانها. فقال ايه ده، انا متأكد ان حطيت الكوباية هنا. وقعد يبص يمين ويبص شمال مش لاقي اي حاجة. فهو قال ازاي يعني اختفت من هنا. مرة واحدة الموبايل رن، فطلع الموبايل ورد وقال بابا. انت فين يا محمد كل ده؟ فقال له انا في المنطقة الشمالية. نهار اسود، المنطقة الشمالية؟ انت مش عارف ان المنطقة دي خطر جدا؟ فقال له خطر ليه يعني؟ علشان المنطقة دي. ولسه ابوها يقول له خطر ليه، قام الخط قطع فجأة. فالولد خاف ومن جواه وقال المنطقة دي فيها حاجة خطر. مرة واحدة قام سمع صوت تاني جاي من ناحية الشجر، وهو خاف قوي ساعتها وقال ايه الصوت ده جاي منين، وقال اكيد المنطقة دي فيها حاجة فعلا. فبيبص قدامه واترعب من اللي شافه، لقى عين منورة في الضلمة بتبص عليه. قام اترعب قوي ووقف مكانه من الرعب مصدوم. وفجأة بيبص لقى القطة خرجت من مكانها وهي اللي كانت بعينيها بتنور. فهو استريح قوي وخد نفسه وقال الحمد لله. قال انا قلبي كان هيقف فعلا المرة دي. فهو قال بس القطة دي حاسس انها غريبة، اما بص عليها واشوفها. وفعلا بص عليها لقاها داخلة ورا الشجرة. فهو قال هيستنى لغاية ما تخرج ويبص عليها. وفضل يبص ورا الشجرة ما لقاش اي حاجة خرجت. فقال ازاي ما خرجتش من الناحية التانية، وهيبص تاني فبص برضو ما خرجتش القطة من ورا الشجرة. فهو قال ازاي ما خرجتش، خلاص انا هقرب من الشجرة واشوفها بنفسي. فلما قرب فلقى صوتها غريب قوي. فقال الصوت ده صوتها اتغير وتخن كده ليه. وفجأة سمع صوت غريب عظام بتتكسر. فقال ايه الصوت ده، فأما يروح بنفسه ويشوف. وأما راح فجأة ظهر كائن مرعب، راسه راس قطة وجسمه جسم إنسان. الولد اترعب قوي من شكله ما كانش عارف يعمل ايه. فطلع يجري بأقصى سرعة عنده، والكائن ده قام طلع يجري وراه بأقصى سرعة. والولد بيجري بأقصى سرعة عنده عمال يخش ما بين الشجر بسرعة ونفسه اتقطع. بس هو خايف لا الكائن يمسكه. فالولد راح استخبى بسرعة ورا الشجرة وحاول يكتم صوته علشان الكائن ما يسمعوش. فالكائن ده وقف مكانه وقعد يشم ريحة الولد عشان يعرف مكانه. الولد فجأة ما سمعش صوت الكائن ده خالص. فهو قال اما بص عليه واشوفه. فبص ما لقاش اي حاجة. فقال لما يخرج بنفسه يبص لا يكون مشي، وساعتها يعرف يهرب من المكان. فالكائن كان شايفه ومستخبي وطلع يجري عليه بأقصى سرعة. لسه بيبص فابوه انقذه في اخر لحظة. محمد له انا كويس، بس انا مش عارف ايه الكائن المرعب ده جاي منين. انا قلت لك ان المنطقة دي خطر من الاول، وان اللي بيخش فيها ما بيخرجش ابدا، وان المنطقة دي منطقة جن، واللي ظهر لك ده تقريبا جن. يلا نمشي من هنا.